شهدت الأسابيع الأخيرة أعمالا متواصلة شملت صيانة وتحديث مرافق ملعب الوادي الكبير بمدينة البيضاء وفقا للمواصفات الدولية. ملعب الوادي الكبير يخدم رقعة جغرافية كبيرة فيها عديد الأندية التي تمثل الجبل الأخضر في مختلف الدرجات، ولطالما كان الحاضن الأول لمباريات كرة القدم في مدينة البيضاء. يعتبر مشروع صيانة ملعب الوادي الكبير ضمن المشاريع التي ستنجز عام 2024 في قطاع الرياضة، هذا وقد وصلت نسبة الإنجاز ل 80%، حيث شملت أعمال المشروع إنشاء مدرجات وتركيب أعمدة إنارة، بالإضافة لغرفتي ملابس وغرفة خاصة بتقنية الفار وغرفة للكشف عن المنشطات. ومع اقتراب نهاية أعمال الصيانة ستعود الحياة لهذه المنشأة الرياضية، والتي ستعود لاستقبال الجماهير بقدرة استيعابية تتجاوز 10,000 متفرج، مع وجود منصة شرفية لكبار الزوار، وبهذا يكون ملعب الوادي الكبير مستوفيا لشروط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وقادرا على احتضان المنافسات الإقليمية. تجري الاستعدادات على قدم وساق من أجل افتتاح ملعب الوادي الكبير في غضون الأسابيع المقبلة لاحتضان الفعاليات الرياضية والتظاهرات الكروية المقبلة بحسب القائمين على المشروع. في الختام كان معكم الحسين العبيدي من قناة زاجل. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.